انطلقت في مدينة وهران غرب الجزائر فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفيلم العربي. المهرجان يشهد مشاركة نحو 130 فنانا ومبدعا وناقدا عربيا، وسيتنافس في مسابقتيه للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة 25 فيلما. على البساط الأحمر الذي فرشته وهران لضيوفها بطول نصف كيلومتر صار 130 مدعوا من فنانين ومخرجين ونقاد عرب قدموا من كل حدب وصوب. الجمهور الحلو عامل ازاي، يعني خطف لي قلبي كده وحاسه اني قلبي مخطوف كده، حاسه انهم بيحبوني فعلا وانا بحبهم، بحب الجزائر. حسيت اليوم لمة عربية رائعة في هذه المدينة في وهران الجميلة. انا سعيدة جدا ان انا جاية مهرجان وهران لثالث سنة، بس انا ما جيتش السنتين اللي فاتوا، واعتقد ان شاء الله في تقدم وازدهار وجميع، وهنشوف افلام عظيمه جدا. اول مره اللي جيت فيها كان في عائشات في دور البطوله، والان انا عاود رجعت في دور كلجنه تحكيم. مش مصدقه ابدا، ولا كنت اتصور ان عندي شعبيه بالطريقه دي في الجزائر، ده تاج على راسي. لأسبوع كامل ستكون جوهرة الساحل الجزائري مدينة وهران إذن عاصمة للسينما العربية، باحتضانها المهرجان الدولي للفيلم العربي الذي يحتفي في طبعته الثالثة هذه بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009. شكرا أنتم الذين نصركم الله سبحانه وتعالى بيننا بنفسجا وأقحوان. شكرا لإبداعاتكم، نسافر معكم إذا سافرتم في شاشاتنا. المهرجان هذا العام سيشهد مشاركة 25 فيلما، 10 منها ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بينها فيلم مصطفى بن بولعيد للمخرج الجزائري أحمد راشدي الذي يروي حياة بطل من أبطال ثورة الجزائر. هذه الليلة رايحين نعلنوها ثورة شاملة في كل ربوع الجزائر. كما سيشهد المهرجان مشاركة فيلمي خلطة فوزية للمخرج مجدي أحمد علي وفيلم دكان شحاتة للمخرج خالد يوسف، وهو الفيلم الذي أثارت مشاركته في هذا المهرجان بعض الانتقادات غيبت على ما يبدو بطلته المغنية اللبنانية هيفاء وهبي. وستشارك في المهرجان أيضا أفلام من فلسطين وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة. حفل افتتاح المهرجان شهد تكريم المسرحي الجزائري الكبير عبد القادر علولة الذي اغتالته أيادي الإرهاب أمام هذا المسرح الذي يحمل اسمه، وتكريم كل من المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والنجمة المصرية يسرى. فيلم بوعسلة العربية.